خد لك من كل بلد صاحب يكون مخلص ليك وبيحبك ويتمنى زيارتك في أي وقت. وأنا في محافظة أسيوط اخترت صاحب بجد، اخترت صاحب بيستناني في أي وقت، صبح أو ظهر أو ليل. وأنا اخترت صاحبي. في زيارتي لصاحبي المرة دي ما كانش بخير، للأسف كان مصاب. ما كانش مستنيني في المكان اللي بلاقيه فيه كل مرة، ولكنه مازال متواجد في محيط محطة قطار أسيوط، متشبث بالحياة، بيحب المكان، متعلق بالمكان. صاحبي هو الوحيد اللي حاولت انقله من مكانه واتأثر نفسيا وكان هيموت، ورجعت صحته تاني ليه لما رجعته نفس المكان، لما رجعته مكانه محيط محطة قطار أسيوط، وكأنه حارس محطة القطار. صاحبي كان معضوض في رجله ومقطوع ديله ومش قادر يقوم من مكانه، مش قادر يتحرك، مش قادر حتى يقوم يستقبلني. جبت له الأكل اللي بيحبه لأنه كان ميت من الجوع، كان خلاص زي ما حضراتكم شايفين هيكل عظمي. من 5 سنين كان صاحبي تعرض لحادث أكبر من ده وكان أصعب من ده بكتير. اتعرض لحادث دهس وأدى الحادث لكسر في ظهره وكسر ناب من أنيابه، ولكن إصابته المرة دي كانت قطع ديله وكانت عضة في رجله. صاحبي تعافى من الحادث الأول لوحده بدون ما أي حد يقدم له مساعدة. عاش 6 شهور كان بيمشي على إيديه بس، والجزء اللي ورا بيزحف على الأرض. وقتها ما كنتش أعرفه، ما كنتش اتعرفت عليه، ولكن كان ربنا مسخر له ناس بتأكله، ناس بتعطف عليه، ناس في نفس محيط محطة قطار أسيوط. اللي يعرفني منكم من زمان يعرف قصة صاحبي. يوم ما اتعرفت عليه كان في آخر مراحل التعافي من الحادث الأول. أما الحادث التاني للأسف الشديد من بني جنسه. أي مكان فيه مصدر أكل ومصدر شرب بالنسبة لأي مجموعة كنز، والمكان اللي مسيطر عليه صاحبي بالنسبة لهم كنز. اتكتروا عليه واعتدوا عليه، ولكنه برغم كترة عددهم فضل متشبث بالمكان، فضل واقف وصامد وبكل قوة وشجاعة برغم الإصابات اللي اتعرض ليها. عمري ما شفت في حياتي كائن بيحب مكانه زي ما شفت صاحبي، متعلق بالمكان اللي اتولد فيه بشكل غير طبيعي، لدرجة انه ممكن يخش في معركة مع مجموعة من بني جنسه في قمة الشراسة. لما شفتهم في المكان ورغم حبي لصاحبي ما قدرتش اعمل لهم حاجة، لان للأسف الشديد هو ده قانون حياتهم، هي دي حياتهم. لولا ظروف شغلي وللأسف كل أسبوع بتنقل في محافظة مختلفة كنت أخدته معايا، كنت قدرت بإذن الله أنسيه المكان وحتى ذكرياته اللي عاشها كلها في المكان. ولكن للأسف الشديد أنا عارف كويس جدا لو سبته في مكان فيه كلاب تانية هتبقى كارثة. عالجت صاحبي وأول حاجة عملتها معاه اديته تطعيم السعار، لأني مش ضامن الكلب اللي عضه مصاب سعار ولا لا، وكنت بديله مضاد حيوي قوي جدا عشان خاطر العضة اللي في رجله وقطع ديله. في المشهد ده أنا كنت في قمة السعادة. بدأ صاحبي يستعيد قوته مرة تانية، بدأ يسيطر على المكان بعد ما كان متداري منهم ومش قادر يتحرك ومش قادر يقوم ومش قادر يستعيد قوته مرة تانية. رجع له إحساس القوة، رجع له إحساس السيطرة. لو حضراتكم بتروحوا محافظة أسيوط وطلعتوا من الباب الرئيسي بتاع المحطة هتلاقوا صاحبي، الصاحب الوفي، الصاحب المخلص، الصاحب الجدع، أوفى كائن على وجه الأرض. مش محتاج منكم غير كيس بواقي أكل، هو ما بيحبش غير بواقي الأكل، ونادرا لما بياكل دراي فود. في 24 ساعة على مدار اليوم هتلاقوه قدام محطة قطار أسيوط، وكأنه حارس محطة القطار. كلهم طبعهم واحد، كل تصرفاتهم واحدة، بيرضوا بأي حاجة. والله العظيم حتى لو القليل من بواقي أكلك فأنت بتكسب صاحب مخلص وفي جدع، أوفى كائن على وجه الأرض. واضمن لك يا صديقي إن الكائن اللي قدامك ده عمره ما هيخونك، عمره ما هيبيعك، عمره طول ما هو عايش ما هيتغير عليك. لو قدمت لهم المساعدة مفيش عندهم غير الإخلاص والحب والوفاء، وتقدر تشوف ده بعينيك وتحسه من حركاتهم، من استقبالهم ليك، من فرحتهم لما تيجي تزورهم، من فرحتهم لما تيجي تبص عليهم مرة تانية، إن شاء الله حتى لو واخد لهم معاك بقايا أكلك. أهلي في منطقة الصعيد تحديدا محافظة أسيوط، صاحبي وكل المخلوقات اللي من بني جنسه من حقها تعيش في وسطنا، من حقهم حتى لو مش هنقدم لهم المساعدة نسيبهم في حالهم، نسيبهم يعيشوا. جميعنا خلقنا الله، ربك سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل والشكل ونعم كتير لا تعد ولا تحصى، فاعتبرها نصيحة من أخوك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.